يوم الخميس يا اخوانا كان عند اهلنا في مصر ليه طابع خاص، لكن بقالنا فترة حضراتكم اصبح يوم الخميس يوم بيقلق وبيخوف المصريين. ينام يوم الخميس يصحى الجمعة على خبر سيء، على خبر مش كويس، خبر بيألمه. بعد ما كان يوم الخميس ليه ترتيبات كويسة، ودي اللي اتناولها فيلم الإرهاب والكباب لما رجع عادل إمام بيقول لمراته النهارده الخميس ومشغل عبد الحليم حافظ والجو الجميل ده، أصبح يوم الخميس يوم يقلق. وده اللي حصل حضراتكم في يوم الخميس امبارح، إن الحكومة المبجلة قررت تصب في مصلحة المواطن، رفعت له أسعار البنزين والسولار ورفعت له سعر الأنبوبة. حضراتكم في أماكن كتيرة في مصر ما عندهاش غاز طبيعي في بيوتها بتستخدم الأنبوبة، وارتفع سعرها حضراتكم من 75 ل 100 جنيه على أرض المستودع. يعني معناها ممكن توصل للناس في بيوتها ب 110 و 115. ده اللي أصبح يوم الخميس يقلق الناس. حضراتكم الحكومة رفعت أسعار البنزين، وعلى سبيل المثال زودت سعر السولار حضراتكم اللي هو الشعبي، اللي العربيات اللي بتنقل الخضار وبتنقل السلع الغذائية وبتنقل كل حاجة بين المحافظات. زودت سعر البنزين من 8 جنيه وربع حضراتكم ل 10 جنيه، يعني زيادة 175 في اللتر. يعني صفيحة السولار ل 20 لتر زادت مبلغ كبير. إذا هيأثر على النقل، هيأثر على أسعار الحاجة، زيادة عبء على أهلنا في مصر. عفوا حضراتكم. إذا حضراتكم بدل ما كان يوم الخميس حضراتكم يوم كويس عند المصريين، صبح تاني يوم اجازه، الناس ممكن تستمتع فيه، الناس ممكن تقعد فيه وقت ظريف مع اهلها، اصبح يوم الخميس المصريين بيحطوا ايديهم على قلوبهم. النهارده صحينا حضراتكم على زياده الاسعار، انبوبه البوتاجاز زادت واسعار السولار زادت، وزاد هم على هم المصريين. ودي بيفكرني حضراتكم باحد المغالطات المنطقيه، لما كانوا بيقولوا حضراتكم ان سعر الدولار في البنك خلاص هيخفض الاسعار. دي البشاير، مغالطات منطقيه، المقدمات واضحه فلازم النتائج تكون كده. لكن حضراتكم الزياده اللي حاصله دي مش زياده طبيعيه، لان بقالنا فتره والمواطن عمال يواجه زياده ورا التانيه، زياده ورا التانيه، لحد ما خلاص مصلحته انتهت. خلاص المواطن اصبح أشباه مواطن. ويمكن كلمة أشباه أنا كده ببالغ، المواطن أصلا أصبح مش موجود، المواطن خلاص اختفى، المواطن بح. ربنا يكون في عوننا جميعا، وفقنا الله لما فيه الخير. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.